اتكلمنا الحلقة اللي فاتت عن سبب تسمية مصر بالجملة الشهيرة مصر هبة النيل، والنهاردة هنكمل معاكم سلسلة حلقاتنا وهنبدأ كلام عن عصور ما قبل التاريخ. أهلا بيك في بيت الحياة قلب العنخ. علم ما قبل التاريخ نشأ في أوروبا، وبسبب كده كانت كل الكلمات والمصطلحات بتاعته أوروبية، وعشان أي علم بينشأ بيكون فيه اختلافات في الرأي بين علمائه، كانت النتائج اللي وصل ليها العلماء في غرب أوروبا مختلفة عن النتائج اللي وصل ليها علماء شرق أوروبا في الوقت ده. أما عن عصر ما قبل التاريخ في مصر، فهو بيبدأ من الفترة اللي ظهر فيها الإنسان في وادي النيل لحد بداية الأسرة الأولى، يعني حوالي 2300 سنة قبل الميلاد. والحقيقة إن العلماء في الوقت ده قسموا العصر ده لثلاث عصور رئيسية. العصر الأول وهو عصر ما قبل الحجر القديم أو العصر الأيوليتي، والعصر ده استخدم فيه الإنسان أحجار الظلام بس دخل شوية تعديلات بسيطة عليه. والعصر الثاني هو العصر الحجري القديم أو زي ما بيتسمى عصر الباليوليتي، والعصر ده عملوه من الأحجار وقطعوها واستخدموها. والعصر ده اتفرع منه عصر اسمه العصر الحجري الحديث. أما عن العصر الثالث والأخير وهو عصر استعمال المعادن أو بالتسمية بتاعته عصر الأنيوليتي، والعصر ده استخدم الإنسان الحجر والنحاس والحديد عشان يصنع الآلات. وبكده نكون قسمنا معاكم عصور ما قبل التاريخ وعرفنا إيه هي، ولكن كلامنا عن العصور لسه ما انتهاش. استنونا الحلقة اللي جاية، هنبدأ نتكلم أكتر عن كل عصر وكل تفاصيله. بس كده، ولو استفدت متنساش تفيد غيرك.